سلام. اليوم مميز بالنسبة ليا. اليوم غنبدا مشروع حياتي، أكبر مقاولة في المدينة. كلشي كان كيقول لي بلي صعيب عليا وبلي النساء ما يقدروش يدخلوا مجال البني وأنهم قصصر غير على الرجال. لا، أنا غنأكد ليهم بلي هادشي ما كاينش وبلي حتى النساء عندهم ما يقولوا. سمحوا لي درت لكم هاد الدخله الصغيرة. تحمست شوية. أنا سميتي قمر ساطع. ها، في عمري 25 سنة. زوينة على ما يقولوا، من عائلة ميسورة ومثقفة وواعية وكتشجع البنت أنها توقف وتبني أحلامها. ما كانش عندي مشكل من هاد الناحية، ولكن المجتمع خايب بزاف وكيطمع في المرأة مع أنها نصف المجتمع. عاونوني قريت وشجعوني نحقق أحلامي، خصوصا بابا أستاذ اجتماعيات المحترم. وما ننساش صديق طفولتي عبدو، قصد عبد الخالق. ملفة كنعيط ليه عبدو، عزيز عليا بزاف، ولكن أنا ما عزيزاش عليه، وإنما تعداها لشي آخر. هادشي اللي كنحس من خلال الغيرة ديالو. ولكن لا، عبدو صديق وخويا وغيبقى هكا وعمر ما غيتبدل. بديت مشروعي والخدمة كانت كثيرة، كلشي كان هو هداك. وكيف ما بقيت بصرامتي في الخدمة ومع الرجال هو اللي كان سبب نجاحي. فاتت الأيام وأنا كنكبر نهار على نهار وكنشتهر. وليت ناجحة في عملي بزاف، وعبدو معايا مساندني ديما. شحال زوين تكوني ناجحة في حياتك، الفرحة الكبيرة. كانت نهار نجحت في صفقة الوحدات السكنية وخديتها أنا. صفقة تغيرت مجرى حياتي، حيت غنعرف بها بزاف وغنولي مشهورة، وكل شيء غيبقى يتعامل معايا. هي طريق النجاح. ملي ساليت الخدمة لقيت عبدو كيتسناني بالطوموبيل، وصلني للدار، ومني دخلنا لقيت مفاجأة كتسناني. عبدو وعائلتي كانوا موجدين لي حفلة بمناسبة نجاحي. ما حسيتش براسي حتى عن نقص عبدو، كلشي فرحان، حسوني باللي واقفين معايا، كلشي كيبارك ليا. لقيت خالتي عبدو، تبارك الله على بنتي، عقوبة نفرحوا بكم في العمارية ان شاء الله. ضحكت وقلت انا اللي غنخسر لعبدو العروسة. عبدو: ويلي، علاه؟ كاين محسن منك حبيبه؟ ماما: غير وجدوا مع بعضياتهم. انا: ها انا وعبدو مستحيل، واش كاينه شي حاجه؟ انا وعبدو خوت. تما حسيت بعبدو تزير وما عجبوش الحال. استأذن وقال: سمحوا لي غنمشي، راني عيت بزاف وخاصني نعس. كل شيء حس به الا انا. ما كنتش باغا نعطيه امل كاع، مع انني اكثر وحده عارفاه كيفاش كيفكر. ولكن انا عمرني شفت فيه اكثر من الاخ. انا متاكده بان الله غيجيب لي شي وحده احسن مني اللي غيتزوجها وغتبغيه. عند عبدو ما عجبنيش الحال مني صداتني وبغات تعطيني حتى فرصه. انا اكثر واحد كنبغيها في الدنيا، ونموت على التراب اللي كتمشي عليه. يا قمر، فوقاش تحسي بهذا القلب اللي كيتعذب على قبلك ومستعد يموت 1000 مرة ومتحسي بأي نسمة؟ كنبغيك قمر. الغد اللي نط كل حيوية مشيت لخدمتي ناشطة، وأنا كنسوق وطالقة الموسيقى ومحيحة. شوية ويخرج ليا واحد في الطريق، فرانيت بالجهد ولكن ضربته. خرج من الطوموبيل بسرعة نشوفه، بقى كيتألم. واش واش انت لاباس؟ اش كيضرك؟ نوض ديك السبيطار. ارتبكت وانا وهو كان كيتألم وشاد يدو، شديت فيه وتكى عليا وركبته في الطوموبيل معايا وديتو للسبيطار بسرعه. دخلته شافو الطبيب، طمني عليه وقال لي ما تخافيش، كسر خفيف في يديه. دخلت لعنده، هو كان متكي وناعس بحال الى 7 سنين ما نعس. الله يا ربي، اش هذا؟ ياك قال لك غير كسره بسيط؟ مالو داخل في غيبوبه؟ مشيت عنده شفت فيه. الله، اش هاد الملاك؟ ما حسيت براسي حتى بقيت كندوزلو على شعرو وكنلعبلو في لحيته الخفيفه. عجبني الحال بزاف، اول مره كنتقرب من شي راجل هكا. واخا خدمتي كلها مع الرجال، ولكن هذا غير، حسيت احساس زوين معاه. حل عينيه بشويه شاف فيا وقال لي: واش مشيت للجنه ولا؟ انا وليت حمرا ديك الساعه، ولكن فرحت، حسيت بفرحه عارمه. قال: شكون نتيا وشنو كندير انا هنايا؟ انت في السبيطار، انا ضربتك بالطوموبيل وجبتك هنايا، واش ما عقلتيش؟ عقلت. لو كان سحاب لي غيوقع لي هكا كون قطعت الشانطي بلا ما نشوف شحال هادي. خلعتيني عليك بزاف، قولي شنو سميتك؟ اياد. وانتي؟ قمر. اسم على مسمى. انتي فعلا قمر. حشمت وابتسمت ونط. انا غنمشي دابا، غندوز عندك في العشيه. واخا. مشيت وانا حاسه براسي باغا نطير. اش هادشي؟ من امتى وانا كنعرف شي حاجه سميتها المشاعر ولا الاحساس؟ الله الله، الا بقيت على هاد الحاله غادي ندير بحال المراهقات،
ما فهمت شنو وقع لي، كنت موجده راسي ندابز كيما العاده ونقول له اشنو واش ما كتشوفش واش نتعور، ولكن وقع العكس. حنين في وجهه وحنين حتى في هضرته، كلشي فيه حنين. نمشي نخدم على راسي احسن ليا. وصلت الخدمه كلشي مخلوع كيقول لي مالك تعطلتي. عبدو قمر خلعتيني عليك، فين كنتي؟ انا غير سكت، اليوم راه درت كسيده. عبدو كسيده؟ ما وقع لك والو نتيا؟ لاباس؟ انا لاباس لاباس، ولكن واحد السيد هو اللي ماشي لاباس، ضربته بالطوموبيل وهو دابا في السبيطار. اوكي ماشي مشكل، ديك الساعه نطمئنوا عليه من بعد. هو مهم هو انك نتيا لاباس دابا. ما تسوقش كلامه. مشيت للبيرو ديالي وبقيت كنفكر فيه. يا ربي اش هادشي خصني نخدم. عبدو شنو عندنا اليوم؟ عندي لك خبر زوينه بزاف. من دوب شركه الريضه المعماريه اتصلوا بينا وبغاو يتعاقدوا معنا. درنا معاهم موعد غدا غنتلاقاو بالمدير ديالو. خبر زوين بزاف هذا، شركه كبيره بحال هادي ممكن تطلعنا الفوق وغادي نتعاونوا بزاف. مزيان، غادي نشوفهم غدا ونتعاقد معاهم. وصلت العشيه وجيت خارجه وقفني عبدو. اجي فين غادا؟ غادي السبيطار نطلع على السيد اللي ضربته الصباح بالطوموبيل. واش نسيتي؟ لا ما نسيتش، ولكن كنت باغي نتغداو مره والزياره غتأجل ماشي كيموت. لا انا غنمشي حيت وعدته. صافي واخا انا جاي معاك. مشينا انا وعبدو. طليت على اياد فرح بزاف مني شافني وانا طمنت عليه، ولكن عبدو ما كانش فرحان. مشينا وهو طول الوقت بقى ساكت. عبدو مالك ساكت؟ والو، ولكن كنتمنى من هنا الفوق ما تثيقيش في اي واحد. فين عرفنا هاد الشفار ولا من هادوك اللي كيتعرضوا بالطوموبيلات وبغى يبروفيتي منك شي بركه. انا دو كالم حبيبي دو كالم. مالك على هاد العصبيه؟ اولا اولا ما بيناش فيه شفار ولا نصاب. ثانيا انا ماشي دريه صغيره باش دار بيا. ثالثا ما تبقاش تندمني حيت كندخلك في كل صغيره وكبيره في حياتي. سمحي لي يا قمر، ما قصدتش نرفع صوتي عليك، ولكن انا خايفه عليك بزاف وانتي عارفه هادشي مزيان. عارفه، ولكن صافي صافي سمحي لي نمشيو نشربوا شي حاجه. عبدو هاد البنت غتسطيني، علاش كنضعف معاها حتى لهاد الدرجه؟ علاش كنبغيك قمر؟ مشينا انا وعبدو كملنا خدمتنا. الغد ليه اليوم جديد نط. صبت راسي بلا ما نحس، شديت الطريق للسبيطار. ملي دخلت سمعت الغوات، لقيت واحد المراه مع اياد كتبكي. غا شافوني سكتوا. اياد لاباس عليك؟ جيت نطمن عليك. سلامه لالا. سلامه بنتي. انا غنمشي تهلا في راسك ولدي. مشات المراه، كانت مراه زوينه بزاف ما بيناش فيها السن وانيقه ومهليه في راسها بزاف. اياد شكون هاد المراه وعلاش كتبكي؟ خلينا منها، انتي لاباس عليك؟ فرحت بزاف ملي شفتك، جيت نطمئن عليك. كي بقيتي شويه وليت لاباس حين شفتك. شنو قال لك الطبيب؟ قال لي بلي يمكن لي نخرج اليوم. مزيان. بقينا كنهضروا شحال ما حسيناش بالوقت. تليفوني بقى كيصوني بزاف. اوف مالهم هادو؟ شكون كيصوني عليك؟ من الخدمه. جاوبي تكون شي حاجه مهمه. الو عبدو قمر فينك انتي؟ راه عندنا اجتماع، واش نسيتي؟ هاد الناس مهمين وما خصناش نخسرهم. اجي دغيا. اوه نسيت، واخا انا جايه. سمح لي يا اياد بزاف غنضطر نمشي، عندي اجتماع مهم. واخا الخدمه اهم. سلامة عليك نتشافوا. انا نخلي لك نمرتي، وقت ما عندك الوقت غنكون فرحانه بزاف نتشافوا. اكيد. مشيت دغيا وفرحت حيت بديت نهاري بيه. اول مره كنرتاح هكا مع شي انسان. مشيت للخدمه ديالي، دخلت وبدا عبدو كيغوت عليا. علاش تعطلتي والناس كيتسناو؟ وانا ما سامعه حتى شي حاجه. مشيت دخلت ديريكت لقيت الاجتماع كلشي كان عيونهم عليا. سمحوا لي تعطلت عليكم، انا قمر صاحبه المقاوله وكيسعدني نستقبلكم اليوم. انا نور الدين مدير شركه المعمار. اكيد سمعتي بيا. اكيد، وكيسعدني نتعاقد معكم. غيكون شرف كبير ليا. داز اجتماع ناجح وقدرت نقنع اعضاء شركات المعمار بالشروط ديالي. سي نور الدين كان متفاهم جدا. ملي جاو يخرجوا، مسيو نور الدين انا سعيده حيت اتفقنا. انسه قمر كيسعدني نعرض عليك العشاء اليوم. غنكون فرحان بزاف الا قبلتي. واخا وعلاش لا، غنكون في الموعد ان شاء الله. مزيان بزاف. غنجي ان شاء الله. سلام عليك. مشى السي نور الدين. تلفت لقيت عبدو مورايا. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك شفتي جن؟ من امتى وانت هنايا؟ خلعتيني من وقت اللي كنتي كتوعدي مع داك فارس الاحلام. اويلي اش من فارس الاحلام؟ ما نعرف. سولي راسك باي مناسبه تقبلي العراضه ديالو للعشاء. عبدو الناس عاد بدينا معاهم وما غنخسرش فرصه بحال هادي على مجرد عشاء. اش عنده ما يوقع ياك غير عشاء؟ ديري اللي عجبك قمر، انا خايف عليك من الدياب.
كون مهني، انا لحمي مر وحتى واحد ما يقدر ياكله بسهوله. بالليل وجدت راسي وقديت نمشي نتعشى. كان بان سيدة اعمال انيقه، وخاص نبان له هكا باش يقتنع بلي انا قد المسؤوليه وقد التعاقد اللي دار معايا. ما يمكنش نضيع حاجه بحال هذه. مشيت للمطعم الموعود، لقيت السي نور الدين في انتظاري. استقبلني بسعاده وطلب مني نجلس بعد ما جار لي الكرسي. هادشي كل يوم ما كانش يهمني قد ما كان يهمني يقتنع بخدمتي. جيتي زوينه بزاف. شكرا ليك. عرفتي المقاوله ديالي كنخدم فيها بحزم وما عنديش الاخطاء، ويمكن لك تاكد من هاد الشيء. عارف انتيا معروفه. قولي لي فين كدوزي نهايه الاسبوع؟ يمكن لينا نديروا رحله انا وياك تعرفوا فيها اكثر. حتى نهايه الاسبوع كنخدم فيه، وقتي كله الخدمه. انا عندي افكار مشروعنا المشترك غيعجبك بزاف، وغادي ممكن ما نهضروش على الخدمه. الا سمحتي انا جيت نعرفك نتيا حيت مهتم بيك نتي ماشي بالخدمه. وما تخافيش كلشي غيكون كما بغيتي. كان يسحب لي هذا غيكون عشاء عمل؟ لا ابدا، انتي صراحه انا معجب بيك بزاف. كلشي كينتظر يعرف شكون غيختار هذا رئيس المجلس الاداره الاكبر شركه في البلاد. كلشي كان محتار قدامي كل انواع البنات، ولكن انا كانوا عندي مواصفات خاصه. كان كيهمني تكون المراه اللي غنختار ناجحه وجميله وذكيه تماما بحالك. ولحسن الحظ لقيتك، وما مستعدش نفرط فيك. جبت شي حاجه من جيبو، علبه فيها خاتم من الدياموند باينه فيه غالي بزاف. قمر تزوجي بيا؟ صدمتيني وزربتي عليا. اسمح لي خصني نمشي. شدني من يدي عافاك بقاي. عارف زربت عليك بزاف، ولكن انا فريمون كنهضر بصح. شوفي خدي راحتك في التفكير. انا مبغيتكش تجاوبيني دابا، وبغيت تكملي عشاك على خاطرك. وطبعا هادشي ما ياثرش على علاقتنا في الخدمه. عافاك بغيتك تفكري مزيان وما تسرعيش في الجواب. واللي عارفو اني مقتنع بيك نتيا 100%. كملت العشاء وما هضرتش، وهو طول الوقت كان كيهضر وكيحاول ويخلق بينا الجو، وانا كنتصنت بالاستفعاليه. وصلني للدار وقال لي نتمنى تفكري في داك الشيء اللي قلت لك عافاك قبلي. ودعته وقلت وطلعت للدار. اشهد الوحله انا فيها السيد باغي يتزوج دغيا. بقيت كنفكر وما هضرتش مع حتى شي واحد. شويه جا في بالي بابا. لا مازال الحال على انني نقول له من الاحسن نعس. صباح فقت لبست حوايجي وقررت ننسى داك الشيء ديال البارح مؤقتا. مشيت للخدمه. تلاقيت عبدو في الباب كيتسناني. الله اكبر، واش كنتي بيت هنايا؟ لا، ولكن في رفضون نعرف كي داز العشاء ديال البارح. عادي، عشاء عمل كي بغيتيه يكون. متاكده؟ وفاش هضرتو كاع وما عطاك والو؟ واش كنتي تما وكتراقبني ولا؟ وعلاش ما جيتيش تجلس معانا؟ حسن لك من الفضول ديالك. لا لا، انا فين نعرف اين مطعم مشيتو؟ غير الفضول وصافي. الفضول اي والله يجعلني نثيق. ايوا وشنو قال لك وشنو بغى عبدو؟ بركه من الاسئله، ما عندي خاطر ليك سبحت لله. ما قلنا والو، مالكي معصبه صافي تهدني. بقيت خدامه نهار كامل وانا سمعت التليفون كيصوني في واحد اللحظه. جاوبت. الو شكون معايا؟ قمر. انا اياد لاباس عليك؟ لاباس، بغيت نشوفك اليوم الا كان عندك الوقت. اكيد علاش لا. مزيان، اذا نتلاقاو في الحديقه العامه من دابا ساعه. واخا غنجي ان شاء الله. والله يا ربي. اياد نزل ليا من السما نفوج من هاد الغمه اللي شاداني من الصباح. مشيت لقيت اياد. مواعيدك هي هذيك، وانا نقدر نتعطل عليك؟ كي بقيتي شويه لاباس؟ انا لاباس الحمد لله. قولي لي، واش بغيتي نمشيو لمدينه الملاهي؟ واو شحال هادي ما فكرت فيها. طبعا بغيت. مزيان. مشينا لعبنا في كل الالعاب خصوصا اللي كتخلع، وكنت كل مره كنتخلع فيها كنشد في اياد. كنزير عليه بزاف وكنغوت، ولكن دوزنا نهار ولا اروع. ما سخيتش بداك البلاصه. خرجت فيها هموم والغموم ديال الدنيا كلها. الله يا ربي شحال ارتحيت. اياد شكرا بزاف على هاد النهار. شكرا لك نتيا، فوجت معاك بزاف. يلا بسلامه، نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. مشيت للدار وانا الراحه ديال الدنيا والدين فيا. دخلت وانا لقى الدار مقلوبه. بابا، بنتي فين كنتي؟ تخلعنا عليك. عبدو. قمر فين كنتي نهار كامل؟ ولاش طافيه تليفونك؟ وفين كنتي؟ انا. مالكم؟ بسم الله عليكم. اش واقع؟ وعلاش كتسولوا اول مره تسولوا فين كنت؟ بابا بنتي تخلينا عليك. قال لنا عبدو باللي نهار كامل مختفيه وما كنتيش في الخدمه. انا. عبدو. عاوتاني يا عبدو. يا قلت لك الف مره انا ماشي دريه صغيره وماشي ضروري تعرف فين مشيت ومين جيت. عبدو. واخا حنا تشوشنا عليك وصافي.
يلا قولي فين كنتي من الصباح وطافيه التليفون. انا كنت كنت ماشي مهم، تصبحوا على خير. انا عييت وبغيت ننعس، دخلت لبيتي وخليتهم. ملي شعلت التليفون لقيت 10 المكالمات، طبعا عبدو. اوه، وحتى السي نور الدين مازال كنتفقد. حتى صونا اوف، اش بغات ثاني؟ الو، لاباس عليك سي نور الدين؟ لاباس، وانتيا علاش كنتي طافيه تليفونك النهار كامل وانا كنصوني؟ علاش ياك لاباس؟ واش كنتي باغي شي حاجه؟ لا، غير تشوشت عليك حين صونا ليا عبدو كيسول واش نتيا معايا، وقال لي راكي مختفيه من الصباح. عبدو عاوتاني هو كيكبر الموضوع. انا بخير، ما تخافش، وماشي ضروري نقول لاي واحد شنو كندير وشنو غندير. من حقك قمر. واش فكرتي في داك الشي ديالنا؟ انا مستعد نجي نخطبك رسميا فوقش ما بغيتي. مازال خاصني شويه ديال الوقت. واخا كيف ما بغيتي، خدي راحتك. كيف ما قلت لك انا ما مزروبش. واخا تصبحي على خير. تصبحي على خير. سديت معاه وفكرت نصوني لاياد. الو اياد، قمر لاباس عليك؟ لاباس لاباس. بغيت نشكرك على هاد النهار، شكرا على كل شيء. ما عندك علاش تشكريني، ولا بغيتي نعاودوها مره اخرى ما عنديش مانع. اكيد، علاش لا. صبحي على خير وانت بخير. نعس مرتاحه بزاف، يمكن حيت احتاجيت يكون صوته اخر صوت نسمعه وننعس. صباح جديد، وكيف ما العاده مشيت لخدمتي المتواضعه ودوزت نهار زوين. حتى جا عندي عبدو بدا كيهضر حتى هو، وهو يجبد نور الدين. مالو عاود، شنو بغى منك؟ بغيت تزوج، تهنيتي دابا؟ سكت شويه. هو يقول لي وانتي شنو قلتي له؟ شنو جوابك؟ واش موافقه تزوجي بيه؟ قلت له كنفكر، يعني ممكن توافقي. ممكن، ما عرفتش، حسيت بيه تزير وخرج. عبدو مشى. اوف، مالو هذا عاود؟ عند عبدو مستحيل نخليك تكوني لشي واحد غيري قمر. مستحيل. اما تكوني ليا او ما تكوني لحتى شي واحد كاع. بقيت خدامه حتى جا عبدو. قال لي قمر بغيت نقول لك واحد الحاجه. قول، انا كنسمعك. انا كنبغي لك الخير وما بغيتكش تطيحي في شي حاجه خايبه. شوشتيني، شنو بغيتي تقول؟ داك السيد اللي بغى يتزوج بك راه ما يصلحش ليك. شكون؟ نور الدين؟ وباش عرفتيه نتايا ما يصلحش ليا؟ يمكن يصلح ليا. هو ناجح في خدمته ورئيس مجموعه شركات المعمار. يمكن هو اللي غيحقق ليا احلامي ويوصلني نولي سيده اعمال كبيره. بغيت غير نشد فيه، ولكن وشخصيته والماضي ديالو وشنو كيدير وسمعته كاع هادشي ما كيهمكش، كيهمك غير المنصب والفلوس. وشكون قال لي بلي خايب؟ السيد راه محترم. لا ماشي محترم، وفين شفتيه؟ شفتو غتشوفيه حتى نتيا. يلاه معايا. واخا سيدي، احنا من وراك ونشوفوا شنو كاين. مشينا انا وياه حتى وصلنا لواحد الاوتيل. مشى عبدو بطريقته، سول في الريسبسيون. سلام، انا موظف عند السي نور الدين، ممكن نعرف اين غرفه هو محتاج؟ توقيع ضروري منه. موظف، تفضل سيدي كيف ما العاده في الغرفه 37. شكرا بزاف. انا واش ما خفتيش تفتح؟ عبدو ما تخافيش، انا عرفت بلي هو موصي الاستقبال اللي جا عنده شي حد من الشركه كيطلع عنده. طلعنا وطلب مني عبدو نجلسو نستنى ونراقبو. بقينا بزاف كنراقبو حتى جاني الملل وقلت له خلينا نمشيو. انا ما عارفنا اش جابني معاك ولاش قال لي عافاك صبري غير شويه نزيدو نتسناو. انا مازال كنتناقش معاه. هو يتفتح باب ديال الغرفه. ناري اش داكشي شفت خارجه واحد البنت قرطاسه لابسه شوميز مزير وزدرها خارج لبرا وسايق سياره. عندها طايه خطيره وخرج معها السي نور الدين لابس غا بينوار. كان كيودعها وهي كتحلون عليه وكتقول له نتشوفوا عمري. بقيت مصدومه. هذا عبدو عنده الحق. عبدو شفتي هذاك اللي بغيتي تزوجي بيه؟ انا عرفت باللي هو كل نهار مع وحده في شكل في نفس الغرفه. ومازال غنوريك حاجه اخرى بالليل. انا واش مازال كاينه شي حاجه اكثر من هذه؟ عبدو طبعا، وغتشوفوها بالليل. وصل الليل وانا كنتسنى على احر من الجمر. في الفضول نعرف شنو هي هاد الحاجه اللي اكثر من انه يجيب البنات يباتوا معاه. مع انه ما كانش يهمني بقدر ما كنت باغا نلقى شي اي سبه باش نرفض طلبه ومنها نتهنى مصداعه. في كل الاحوال ما باغاش وما غنتزوجش شي حد اللي ما كنحسش باتجاهه بوالو. مشيت مع عبدو حتى لقيتو دخلني لواحد الكازيو. اوف، انا ماشي ديال هاد البلايص. علاش مدخلني هنايا؟ باش يشوفوني شي واحد من اللي كيتعاملوا معانا؟ داخله هنا وغادي تتمس السمعه ديالي في الخدمه. عبدو ما تخافيش، اصلا كلهم غتلقايهم هنايا. هنا حتى شي واحد ما يسوى بحالك. دخلنا حتى شفت اللي ما يتشافش منظر مقزز. سي نور الدين جالس في الطبله ديال القمار والكارو في فمو وكاس الشراب حداه والكارطه في يديه والبنات العريانين محاوطين به.
كل وحده منين كتقيسو. اش هاد بنادم عبدو، هذا اللي بغيتي تتزوجيه هكا عايش حياته في السكره والقمار والبنات والكمايه، كل نهار هنايا كل نهار بنفس الحاله. هذه هي حياته وانت باغا يديرك غير بريستيج، ماشي كيف ما كتخيلي. ما خليتش عبدو يكمل كلامه حتى مشيت وقفت لنور الدين عند راسو. هز عيني شافني مخنزر، خنزره فيه تخلع. قمر اش كديري هنا؟ انا والو، كنت باغا نعطيك فرصه ونشوفك واش فريمون انسان كيستحق يكون راجلي ولا لا. ولكن ما راجل ما والو. سي نور الدين، من هنا علاقتنا ما غتكون الا في حدود الخدمه وصافي. ما بغيتش نسمع منك سيره ديال الزواج مره اخرى. مشيت وخليته كيعيط قمر قمر. جريت الطياره وكنت خفيفه عليه حيت كان سكران وما هزينوش رجليه. عبدو كان فرحان بزاف، ولكن انا كنت كثر منه حيت هنيت من داك الحمل اللي هزيت فوق كتافي. نضت الصباح قديت راسي وناشطه بزاف، مشيت لخدمتي كيف العاده. لقيت عبدو واقف مخنزر في الباب. مالك وعدي؟ دخلي وتشوفي براسك. دخلت ولقيت سي نور الدين جالس وكيتسناني. غير شافني هو ينوض. قمر عافاك سمعيني وعطيني فرصه نشرح لك داكشي اللي شفتي البارح. اهلا مسيو نور الدين، كاين شي حاجه جديده بخصوص الخدمه؟ قمر عافاك ما تعاملينيش معايا هكا. عافاك غير سمعيني. علاش غنسمع؟ تبارك الله كلشي شفتو بعينيا البارح. لا مش شفتي والو، هذيك ماشي حقيقتي. ما تحكميش عليا. شوفي صاحبي هو اللي داني معاه حيت لقاني مهموم وكنفكر واقترح عليا نمشي معاه. ولكن انا ندمت، عمري نعاود نمشي لدوك البلايص. مزيان تريقتك ايوا، والاوتيل زوينه. داك البنت اللي كانت معاك البارح وحتى الاخريات زوينات. كتجيب معاك غير الزين، وحتى اختيار ديالك الغرفه اللي كل نهار انت فيها، وحتى كازينو باين مزيان. الكليون فيديل عندهم كلشي كيحترمك وكيدير بحسابك تما. وحتى البنات اللي تما كيتسناو كل ليله. زرنا كو حمار ملي قلت له داكشي. كملت كلامي وشفت فيه بنظره كلها ثقه. شوفي يا مزيان السي نور الدين، انا راه قمر وعندي عيون في كل بلاصه وما تستاهلش بيا وما تفكرش بانك ممكن تخدعني. تكيت على الكرسي ديالي وحطيت رجل على اخرى وشفت فيه وقلت بالنسبه للخدمه اللي بيناتنا حنا ما عندنا مانع نلغيو العقد وكل واحد يمشي بحاله. قمر انا قلت لك من الاول الخدمه ما عندها علاقه بالمسائل الشخصيه. انا مني طلبتك الزواج ما طلبتكش في الشركه. شوف فيا انا معجب بيك وطيح حتى الاخر فيك. شخصيتك القويه وذكائك وجمالك انت اللي بغيت، انت اللي تمنيت. انا ما يمكنش نتخلى عليك وعلى حلمي. قمر انا كنتغير وكنواعدك غنتغير. عافاك ما تخلينيش واعطيني فرصه اخيره. اللقاء سلام مسيو نور الدين، عندنا الخدمه يمكن لك تمشي. ناضو قال لي ما غنتخلاش عليك يا قمر، ديري هادشي في بالك. خرج ومشى بحالو. انا نتنفس من جديد. ناري اش هاد اللصقه. حياتي كامله وانا منخله رجال وصداهم غير باش ما نطيحش بحال هاد المواقف. ولكن انا طحت مع هذا. دخل عندي عبدو مغوبش كيف العاده. ياك ما سمحتي ليه؟ واش انت مسطي؟ واش انا هبيله نسمح ليه بعد ما تفكيت منه؟ اش ندير بيه مازال؟ ضحك بلا ما يحس، خليته حتى هو. واش ما بغاش يفهم بلي ما كنبغيش وما غنبغيش وبلي هو خويا لا اكثر؟ وراه انك تكون خويا يعني شي حاجه اللي كبيره. هو ما بغاش يفهمها. بقيت كل يوم في الخدمه للدار. سي نور الدين كل نهار كيصوني وكيطلب فرصه اخرى. مره كنلقاه كيتسناني في الباب، مره كنلقاه كيصوني. وزوينه كاع هي ملي مشيت نخدم. واحد المره لقيت المكتب ديالي كله مزيان بالورد وكله بوكي فيه بطاقه اعتذار. والحاجه اللي خلاتني نموت بالضحك هي ملي شاف عبدو داك المنظر وناض بطريقه هستيريه كيلوح وكيمزق في داك الورد. منظره ديالو كان كيقتل بالضحك. شداتو الغيره، سحاب ليه. غنحن على نور الدين بهاد الورد. ما عرفش بلي اصلا ما معمرليش العين كيف ما العاده. خدمت اهم شي عندي، كنت كنكمل خدمتي وكنزيد نهار على نهار. فوسط الخدمه تفكرت انسان كنحس بالراحه بزاف من جهته. اياد طبعا. كان خاطري نشوفه بلا تردد. هزيت التليفون وصونيت ليه. الو اياد، معك قمر. قمر فرحت بزاف حين سمعت صوتك، كان كيسحب لي بلي غير صافي نسيتيني. سولت عليه وهضرنا في التليفون، حسيت براحه كبيره. اتفقنا نتلاقاو وفعلا تلاقينا بلا ما يعرف حتى شي واحد. عاودت له كل شي عليا وعلى خدمتي وعلى حياتي الشخصيه وعلى عبدو وطفولتي. كنت كنحس براسي بحال شي بنت صغيره، كنعاود بكل تلقائيه. كنحس براسي مازال طفله معاه. كنسى ديك القوه وديك الثقه بالنفس ديال الخدمه، وكنشوف غير براءته قدامي، عيونه العسليه هو كيهضر معايا قلبه الطيب. قمر بغيت نوريك واحد الحاجه. موافقه وريني. خاصك تمشي معايا. فين؟ ما كتثيقيش فيا؟
لا كنثيق فيك. واش خايفة ولا؟ لا ما كنخاف من والو، زيد نمشي معاك فما بغيتي. واخا يلا نمشيو. شديت يدو وثقت فيه ومشيت معاه حتى وصلنا لواحد البلاصه فيها محلات متفرقه. دخلنا لواحد البازار، هو محل كبير ديال التحف الفنيه والديكورات الراقيه. عجبني بزاف. واو اياد، هادشي زوين بزاف، المكان رائع. ولكن علاش جينا هنايا؟ قمر انا خدام هنا. واو كدوز الوقت هنا زوين بزاف. شويه جا واحد الراجل كبير وشايب وبين فيه محيا الوقار. شاف اياد وضحك وفسح لي يديه يعنقو. ولدي الحاج. بس يديه بعد ما عنقو مشيت نسلم عليه. لاباس عليك الحاج؟ انا سميتي قمر. قمر بنتي. كيف ما عاود لي عليك اياد بالضبط؟ استغربت. عاود لك عليا انا؟ شنو قال لك عليا؟ ها ما قال لي عليك غير الخير. انا سميتو عبد الحميد. انا هو الاب ديال اياد. شنو؟ شفت في اياد وابتسمت وحرك راسه بايجاب وقال: انا خدام انا وبابا هنايا، وهذا المحل ديال الوالد. ابتسمت لا اراديا وفرحت لاني حسيت ان عندي قيمه كبيره بزاف، حيت عرفني على باباه. اياد اجي معايا نوريك حاجه اخرى. بعد اذنك بابا. شدني من يديا وطلعنا في واحد الدروج ودخلنا لواحد البيت. صدمت ملي لقيته عباره على ورشه ترسم. يا الله، واش انت كترسم؟ اياد من صغري وانا كنحماق على شي حاجه سميتها الرسم. كنلقى فيها راحتي، بقيت كندوز وكنشوف لوحات فنيه رائعه. اياد انت راك فنان بمعنى كل كلمه. بقيت كنشوف منبهره بداك الشيء اللي كنشوف، حتى لقيت واحد اللوحه مغطيه. اياد ديال اش هاد اللوحه وعلاش مغطيها؟ عزيز عليا بزاف هاد اللوحه داك الشيء علاش غطيتها. شوف فيها. حيدي عليها الغطاء. حيدت عليها الغطاء وتفاجأت من داك الشيء اللي لقيت. اياد اش هاد الشيء؟ هادي انا صمتيني من اول مره شفتك فيها. ما حيدتيش من بالي، صورتك لاصقه في دماغي، فاختاريت اني نجعلها على الورق وما نبقاش نتخيلها. اياد هادشي بزاف عليا. يمكن كنحلم؟ يعني انت كتفكر فيا كما كنفكر فيك؟ انتي كتفكري فيا كما كنفكر فيك؟ قمر انا كنبغيك. ابتسمت لا اراديا ونقصت عليه عن نقصه. هو ما كانش متوقع هاد ردة الفعل مني، بقى مصدوم. حتى انا كنبغيك بزاف، اكيد كنحلم. قمر واش كتهضري بصح؟ انتي كتبغيني؟ ما كتضحكيش عليا ياك؟ واش انت يا حمق؟ واش هادشي فيه الضحك؟ ابتسم وضحك وعنقني. مستحيل. قمر انت اللي يشوفك يقول مستحيل تبغي شي واحد بحالي. انتي كتبغي الخدمه والاعمال والحركه، وانا كنبغي الفن والهدوء. شكون كان يتيق؟ ضربتو لدراعو. وحتى انا كنبغي الفن. مالك حقرتيني؟ كيف ما بغيتيني انت انا بغيتك. الحب كيجمع المختلفين. انا اسعد واحد في الدنيا قمر. انا روحي تولدات اليوم. كنبغيك بزاف وعمري ما غنفرط فيك. وعد. وعد. دوزت نهاري مع اياد كان احسن نهار. ومن رجعت للدار لقيت نفس الموال. عبدو يا عبدو، شكون كاين عاوتاني؟ فين كنتي؟ كنت في ارض الله. قمري ياك ما كنتي مع داك النادل وكتخبي عليا؟ انا واحد فيهم، حيت الاندال كتاروا هاد الايام. بلا ما تدوخي عليا، كتعرفيني شكون كنقصد. نور الدين. ماشي مهم وماشي سوقك. جبدني من يدي وجرني ليه والشراره خارجه من عيني. الا رجعتي لي غنقتلو. اش هاد التصرفات؟ طلق مني والتزم حدودك معايا، وإلا غتشوف الوجه الثاني ديالي معاك. نطرت يدي وخنزرت فيه ومشيت. انا اللي دصرته بالحق. من هنا الفوق غيشوف قمر وحده اخرى. الغد اللي مشيت للخدمه كيف العاده بعد ما هضرت في التليفون مع حبيبي. كنسمع صوته كيعطيني النشاط والحيويه. نبدا النهار ديالي. مشيت دخلت لقيت عبدو في المكتب ديالو. شفت فيه ودزت. ما قلت له صباح الخير لا والو، باش يتعلم يلتزم حدوده. ما بغيت نعاود والو على علاقتي باياد، حيت عارفه اش غادي يدير. غيمشي يقلب لي على شي مونتيف وانا ما بغاش نتفارق معاه او مستعداش نبعد عليه على تحت اي ظرف ولاي سبب. الحب كيجي مره واحده في الحياه، واللي متمسك بيه بيديه وسنانه ما يستاهلوش. الحب تضحيه، والتضحيه كتقول نتجاوز تفاهات الحياه ونتمسكوا ببعضنا. هذا هو قانون الحب. ومستعده ندوس على اي واحد على قبل يعيش هذا الحب، وما نسمح لاي واحد يتدخل فيه. درت الخدمه ديالي وكملتها وانا نسمع الدقان في الباب. كان عبدو. شنو كاين؟ بغيت نهضر على داكشي ديال البارح. ما عنديش الوقت دابا، عندي الخدمه بزاف. قمر رجعت عند اياد بعد ما كملت الحديث ديالي مع مو. قمر فين كنتي من قبيله وانا كنقلب عليك؟ كنت غير هنا قريبه. فين قريبه؟ راكي بعيده دابا. صافي بعد مني. صافي حبيبه بلا ما تقلقي. قولي لي مالكي فاش كتخمي؟ قصت لاله هبه والسي عبد الحميد مؤثره بزاف. تنهد وقال لي هي اللي اختارت. شكون عرف ظروفها؟ ما خاش نحكموا على الشخص من خلال تصرفاته.
حتى واحد ما عرفش ندافع مورا داك الشيء. وشكون اللي عاود لك هاد الشيء؟ اكيد هي. اكيد دابا غتقلب على مبررات ليها وغتحاول تكسب استعطافك نتيا، حيت ما قادراش عليا انا. اياد، هذيك اللي كتهضر عليها راه امك. كيفاش بغيتيني نامنك على نفسي وانت كتهضر بهاد الطريقه على المراه اللي ولداتك ما حنيتيش فيها؟ انا كنعتذر، ولكن حتى انا عندي ظروفي. هي تخلات عليا. لا، ما تخلاتش عليك، وهذا الدليل انها جات وكتجي عندك. قمر عافاك، سدي الموضوع. اياد، خاصك تواجه راسك. لحد امتى غتبقى هكا؟ غتهرب من الواقع؟ ما عرفتش اللي عرفوا اني باغي نرتاح. وخوك عارف عليه شي حاجه؟ عمرك شفتيه؟ ملي كنا صغار كنا كنلعبوا، كان كيجيب لي اللعب ديالو. كنت عزيز عليه بزاف، ولكن الدنيا هي اللي فرقاتنا. اش هادشي؟ كيفاش تسمح لراسك تتفرق مع خوك؟ اياد، اللي بينك وبين ماماك فهمناه، وخوك شنو ذنبو؟ عندك الحق. اياد، وعدني انك تعطي فرصه لراسك تفكر وتتعامل مع ماماك وتعطيها فرصه. والدينا هما كلشي في الدنيا، ونهار يفرقوا علينا غنحسوا الدنيا ضيقت علينا. عافاك، وعدني. كنوعدك قمر نفكر ونعطي فرصه لراسي. كنبغيك بزاف. يخلي لي هاد القلب الحنون. مادامك معايا عمري نخاف من شي حاجه. مشيت للدار كنفكر في قصه حب العم عبد الحميد وماما هيب ومدام هبه. عطاتني قوه انني نتمسك بحبي لاياد. حساتني بالخطر، لانه كاين غير اللي دايرين بينا. ممكن يديروا اي حاجه باش يفرقوني عليه، ولكن الواحد خاص يحارب على قبل اللي كيبغي، يدير المستحيل على قبله. مشيت دست الراس ديال ماما وعنقتها، وفكرت بانني ما نقدرش نبعد عليها. الام هي كل شيء، كدير المستحيل على قبل ولادها. الله يخليهم لينا. اياد خاصو يسمح للام ديالو ضروري، وهذا الشيء اللي غندير مجهود باش يوقع. الصباح فقت مشيت لخدمتي كيف العاده. صبحنا لله لقيت عبدو. تعاملت برسميه معاه وهو يتبعني. قمر، حتى امتى غتبقاي كتعاملي معايا بهاد الطريقه؟ عافاك غير سمعيني، انا مستعد ندير اي حاجه باش تسمحي ليا. راكي كتقلقيني بالبارد بهاد الطريقه. شوف انت، انا ندمت، والله الا ندمت. عمري ما غنبقى نعاود. عافاك سمحي ليا. والله يا عبدو، وما كانت العشره اللي بينا والثقه اللي كندير فيك، انا ما نسمح لك. وعشرتك هما اللي كيشفعوا ليك. هذه اخره ليك. ديرها في بالك، فرح وناض اخر مره. والله ما تشوفي مني الحاجه الخايبه ابدا. يلا سير لخدمتك. مشى وخلاني كنفكر. هذا عبدو منه الخوف الى ساق الخبار بعلاقتي باياد. غيدير اي حاجه يفرقني عليه. وحكايه مدام هبه خوفتني بزاف. ضروري نخبي علاقتي بيه. دازو الايام وانا مخبيه علاقتي باياد، وكيزيد حبي ليه نهار على نهار. حتى كنتفاجئ واحد النهار بنور الدين. قمر، مازالك ما بغيتي تحني عليا؟ انا تغيرت على قبلك ووليت واحد اخر. نور الدين عافاك الا ما نسى عليك هذا الموضوع. انا راه ما صلاحش ليك. انا وياك غنتفاهموا غير على خدمه وصافي. علاش كل هذا الجفاء منك؟ ما بغيتيش تعطيني حتى فرصه. انا عيت وقررت ندخل الباب من بابه. انا غنجيب الوالده ديالي وغنجي نخطبك من والديك. تسنيني غدا في العشيه وعلمي عائلتك. ومشى. نور الدين تسنى. نور الدين عيطت عليه ما جاوبنيش. اش هاد الوحله عاوتاني؟ ما بغيش يفهم بلي انا ما بغيتوش. اوف. سكت وما قلت حتى شي حاجه لعائلتي ولا لعبدو، وبقيت كنحاول نقنعو. اتصلت بيه والو ما جاوبش. لغد ليه دوزت النهار وانا مشوشه. مشيت للدار في العشيه، لقيت شي ناس في الصالون مع بابا وماما. عرفت بلي نور الدين هو اللي جاب عائلته. طلعت لبيتي نيشان شويه. طلعت ماما عندي. بنتي نزلي شوفي الناس جاو على قبلك. اوف. انا قلت لذاك البنادم علاش كيحرج راسو؟ علاش يا حبيبه؟ هو باين فيه شاب محترم وعائلته محترمه وكلاس. جايب معاه ماما وعمو. نزلي تعرفي عليهم. غيدخلوا لك لقلبك. عافاك بنتي، وعطيه فرصه يتعرف عليك. حتى واحد ما غيبزز عليك شي حاجه. ما قلناش لك غتزوجي غدا. نزلي دابا بوجه باباك، ومن بعد يحلها الله. درت الخاطر لماما وبدلت حوايجي. نزلت بان لي نور الدين. غير شافني ناض وقف. دخلت سلمت وتصدمت من اللي شفتو. هبه. قمر، واش انت هي العروسه؟ لا. انا اللي بغيت يتزوج بيا سي نور الدين، ولكن انت هي ماما. نور الدين، واش كتعرفوا بعضياتكم؟ مدام هبه ممكن نهضروا بوحدنا؟ طبعا. نضنا مشينا للصالون الاخر. نضنا انا ومدام هبه للصالون بعد ما مسحت دموعي. وغا شافنا نور الدين ابتسم، ومع انا معالم الاستغراب كانت بعدي على وجهي. نطق عم نور الدين وقال لي فين كتعرفوا بعضياتكم؟ هبه، سبق لينا تلاقينا في واحد الجمعيه. نور الدين، هادشي مزيان كيعجبني. امي ومراتي يكونوا متفاهمين. انا واحسن نكون مراتك بعدا. هو ولا حمر ورجعت كملت كلامي.
سي نور الدين، سبق لي ورفضت طلب الزواج بيك، وهنا عاود ثاني غنعاودها لك. انا ما بغيتش نتزوج بيك وموافقاش. كلشي بقى مصدوم من الهضره ديالي الا مدام هبه بان على وجهها الارتياح ملي قلت ديك الهضره. انا قلبي كانت شاعله فيه العافيه كيفاش يوقع هادشي. نهار نبغي الشخص الخطا، العقده ديالي ما عندها حل. اياد كيفاش غنقدر نتفارق معاه؟ مشاو الناس وما عطيتش نور الدين الفرصه يدوي. بقيت كنبكي وعائلتي ما فاهمه والو. ما كليت ما خرجت من بيتي. عبدو ساق الخبار باللي نور الدين جاب عائلته وفرح بزاف حين ترفتهم. بقيت كنتامل وكنبكي واياد كيصوني وانا ما كنجاوبوش. بقى كيصوني بزاف وما فاهم والو. مالي وشنو واقع ليا؟ في واحد اللحظه جاوبته دموعي في عيني. قمر فينك وعلاش ما كتجاوبيش؟ والو، غا كنت ناعسه عيانه شويه. حبيبه مالكي؟ نجيب لك شي دواء؟ شنو كيضرك؟ والو حبيبي، خاصني ننعس. قمر حاسه بيك ما راكيش مزيانه. هضري مالكي؟ والو، قلت لك خاصني غير نعس بسلامه. طفي التليفون وطلقت العين للبكا. يا ربي اش هاد الزهر. بكيت. بقيت كنبكي حتى الصباح. نط مشيت للخدمه. تلاقاني عبدو في الباب. قال لي شي حد كيتسناك. اوف، ياك ما داك نور الدين عاوتاني؟ لا، واحد اخر ما عرفتوش حتى. هذا شنو باغي؟ دخلت ولقيت اياد. ويلي اش كيدير هذا هنايا؟ وشنو قلتي لهذا اللي برا؟ ما تخافيش، قلت له بغيت غنعرضها للمعرض ديالي. قمر مال عينيك منفوخين، كنتي كتبكي ياك؟ شكون قال لك؟ عفاك قولي لي، واش درت لك شي حاجه اللي خسرت لك خاطرك؟ والو، ما كاين والو. اياد خاصني نهضر معاك في شي حاجه مهمه، ولكن ماشي هنايا. غنجي عندك في العشيه المرسم. واخا؟ واخا، الله يسمعنا خبر الخير، نتلاقاو بسلامه. مشى ومشى معاه قلبي. كيفاش غنقدر نقول ليه ما كنبغيكش؟ كيفاش نقدر نعيش بلا بيه؟ ما يمكنش. الله يا ربي. في العشيه كيف العاده مشيت لعندو المرسم. استقبلني فرحه كبيره وانا شاعله في قلبي العافيه. اياد، احنا خاصنا نتفارقوا. ها قمر، واش هذا شي مقلب؟ لا، انا ميمكنياش نكمل معاك القصه. انا وياك مختلفين وما غنتوالموش. قمر، اش هادشي كتقولي؟ شوفي فيا، انا اياد حبيبك. لا، انا غير كنت كنضحك عليك. عمري بغيتك. انا انسانه، الهم ديالي هو الخدمه والفلوس وصافي. الحب اخر اهتماماتي. دوزت معك وقت زوين، ما كيعنيش لي انني كنبغيك. ما مصدقش هادشي اللي كنسمع. قمر حرام عليك، علاش دري ليا هكا؟ واش راكي فرحانه تشوفيني كنتعذب؟ واش ما عارفاش بلي انا كنبغيك حتى الموت؟ واش باغا تقتليني بهذا الشيء؟ حرام عليك. بداو دموعو كيطيحوا بحال الشتا. حرام عليك الكذابه، نتوما كلكم بحال بحالك بحال مي، بحال جميع العيالات على وجه الارض، غدارات وما كتسواش، وهمكم الوحيد تلعبوا بمشاعر الاخرين. انا كنسمع كلامه وكنشوفو كيبكي وكيتعذب قدامي وكنتحرق وما قادراش نهضر. دموعي طاحوا بلا ما نحس. خرجي عليا، ما بغيتش نشوفكم مره اخرى. خرجت حيت ما قدرتش نصبر لذاك المنظر. قلبي شاعل فيه العافيه، روحي كتخرج. علاش الدنيا هكا؟ النهار اللي كنفرحوا فيه ما كتخليناش. علاش؟ بقيت كنتمشى وساهيه في الدنيا وكارهه حتى حاجه ما عندها قيمه. هاد الساعه كلشي بالنسبه ليا سالا. قلبي رميتو. حاولت نرجع لحالتي العاديه، ما قدرتش. كيفاش نقدر ننساه؟ مشيت لدارنا مباشره وسديت عليا الباب. وبقيت نعيش الكآبه. الغد اللي ما قدرتش نمشي للخدمه وما بغيتش ناكل. سديت تليفوني شويه هي تجي عندي ماما. جابت لي التليفون ديال الدار. بنتي، عبدو كيتصل بك وكيقول لك باغيك في شي حاجه مهمه. اوف، اش بغى مني؟ خديت التليفون منها وجاوبت. الو، شنو كاين؟ قمر، كاين واحد السيد بغى يشوفك. قال لي في شي حاجه مهمه وما قال شنو هي. عطيه موعد وقال عليك هاد الساعه. ما بغاش، قال لي شي حاجه ضروري وما كتنتظرش التاخير. وما قالش لك سميتو؟ قال سميتو عبد الحميد. قفزت بسرعه. عمي عبد الحميد؟ قول له دابا يا غدا تجي يتسناني. جيت بسرعه، بدلت حوايجي ومشيت كنجري عنده. دخلت بسرعه. عمي، بنتي لاباس عليك؟ الحمد لله. واياد لاباس عليه؟ لا، داكشي علاش جيت اليوم، بغيت نعرف شنو وقع بيناتكم. كنتو مزيانين بزاف بنتي. انا كما كتعرفي ما عندي حد في الدنيا من غير ولدي اياد، وهو نوارة حياتي واللي عاطيني امل. صعيب عليا نشوفو دخل في نوبه اكتئاب قويه. طبعا انت حاسه بيا. عافاك يلاه معايا، هضري وتفاهمي نتيا وياه، وإلا بغيتيها هي اللي غادي تكون. يا ريت لو كان الامر سهل عمي. وقعت شي حاجه اللي ما كانش دايرينها بحساب. خو اياد نور الدين جا خطبني وبغى يتزوج بيا، وانا ما باغاش نفارق الخوت بعدياتهم. بغيتهم يتجمعوا ماشي يتفارقوا بسببي. مستحيل. اش هاد الصدفه؟ ها انت تتشوف. واضطريت نقول لاياد بلي انا ما كنبغيش باش نبعد ليه حسن ما نصدقوا في شي طاب وشي ما طاب. شوفي يا بنتي، انتي بهذا الشيء اللي درتي ما حليتيش الموضوع حيت انتي كتبغيه. سمعيني يا بنتي، انا عندي تجربه تكويت بنار الحب من زمان. خديها وفكري فيها مزيان.
الحب كيجي مره واحده في العمر، وما كاين حتى مبرر في الدنيا كيف ما كان يخلي جوج كيبغيو بعضياتهم يتفارقوا، واللي تخلى على الاخر يعني ما كيبغيش. كلام العم عبد الحميد خلاني نعيد حساباتي. هو على حق. علاش نضحي بحياتي كلها على قبل الناس اخرين هما اصلا ما مجموعينش؟ علاش نضحي بحب عمري ما يتكررش ومستحيل ننساه على قبل شي حاجه اللي ممكن تكون وممكن ما تكونش؟ وشكون ضمن لي بلي اياد غيتصالح مع عائلته؟ جمعت الوقفه ومشيت لحقت على عمي. مشيت دخلت للدار ما لقيناش اياد. قال لي باباه اكيد هو في المرسم. دخلت وانا تجي عيني على اللوحه اللي رسم لي طايحه في الارض ومهرسه. قلبي تحرك قدامها حتى لهاد الدرجه. غضب كبير مني بقى فيا الحال حيت ديك اللوحه كانت شي حاجه كبيره بالنسبه ليا، ومني هرسه حسيت هرس معاها قلبي. لقيت اياد مهموم شاف فيا وكانوا عينيه حمرين وعامرين بالدموع. لاش جايه؟ علاش باقي شي حاجه اخرى ما قلتيهاش؟ اياد لاش درتي هادشي في راسك؟ لاش ماشي شغلك ولا عجبك مازال تلعبي وتشوفيني هكا كنتعذب؟ انا كنتعذب اكثر منك وما كنلعبش. انت ما عارفش ظروفي. شنو هي الظروف اللي تخلي جوج يتفارقوا؟ ما كاين حتى مبرر. عندك الحق ما كاين حتى مبرر. انا قررت انني ما غنتفارقش معاك. شنو اللي يضمن لي انك ما غتفارقيش معايا مره اخرى؟ شنو اللي يضمن لي بلي ما غتلعبيش وما غتجرحينيش مره اخرى؟ اياد انا معاك لا انت ماشي معايا. اياد الا كتبغيني بصح نتزوجوا شدني من كتافي، ولكن اياد عائلتي وعائلتك وماماك. انا عندي بابا وهو موافق. واخا انا غنحدد لكم موعد وغتجيو تهضروا مع عائلتي. ملي سمعني قلت له داك الهضره عنقني بزاف وقال لي كنت عارفك كتبغيني وما غتخليش عليا. وانا في الداخل ديالي الله يستر ويجيب العاقبه على خير وصافي. علمت بابا بلي شي ناس باغيين يجيو يخطبوني، وطبعا عبدو ساق الخبر وما تسرطاتش ليه. الله يستر يدير شي حاجه. وفعلا جاو العم عبد الحميد وبابا تفاهموا بزاف حيت هما في نفس السن ونفس التفكير ونفس الحكمه. كان تعارف زوين وانا واياد فرحنا. كان كل مره كيغمزني، ولكن ماما ما كانتش مرتاحه وقالت لي بلي هو ماشي من مستوايا. انا صاحبه مقاوله كبيره وهو خدام مع باباه في البازار، ولكن ما كانش كيهمني هادشي. اللي كيهمني هو حب الاياد. مشاو الناس واتفقنا على كل شيء وحدوا موعد الخطبه. الغد اللي ما شفتش عبدو في الشركه وما كانش كيهمني نشوفه. دوزت نهاري عادي، والعشيه ملي مشيت للدار مع الدخله كنلقى مدام هبه خارجه. شافت فيا بواحد الشوفه وقالت خسرتي اتفاقنا قمر، تحملي مسؤوليتك. مشات وخلاتني مرعوبه من داك الشوفه. دخلت لقيت بابا معصب وقال لي بلي هضر مع دوك الناس ولغى كل دوك الاتفاقات اللي دار البارح. بنتي انا ربيتك انك تكوني قد المسؤوليه وعطيتك حريتك، ولكن ماشي انك تلعبي على جوج حبال. جايبه لي جوج خوت وباغا تفارقيهم. انا عمري نسمح بهذا الشيء. بابا عافاك فهمني. هادشي سالا قمر وما غنسمعش هضرتك في مره اخرى. طلعت لبيتي وانا شاعله فيا العافيه. لا انا ما يمكنش نستسلم. صنت الاياد قمر بابا رفض زواجنا. شنو وقع؟ انا ما فهمت والو. اياد عافاك غدا نتلاقاو ونهضروا. ما عرفت شنو قالوا لي عليك، ولكن خاصنا نهضروا. واخا الغد ليه ما مشيتش الخدمه ومشيت لقيت الاياد. اياد قلت لك القضيه ما سهلاش. علاش؟ شنو وقع؟ ما فهمت والو. بابا مستحيل يوافق نتزوجو. ما عرفتش، ما عطانيش فرصه نعرف. باينه شي حد لعبوا له بعقله، حيت كان واحد السيد خاطبني وهو اللي كيدير هادشي. شكون هذا وعلاش ما عاودتي لي والو؟ عافاك ما تعصبش. شوف راه على هادشي كنت معصبه داك النهار حيت كانوا باغيين يبزوا عليا الزواج. انا تالفه وما عرفتش شنو ندير. انا عارف شنو غندير. غنمشيو دابا للعدول نتزوجوا بزاز عليهم ونحطوهم امام الامر الواقع. لا ما نقدرش عائلتي، ولكن اذا ما كتبغينيش ومستعداش تغامري على قبلي. انا كنبغيك بزاف ومستعده نمشي معك الجحيم. ما بغيتش نسمعك. قلتي داك الهضره مره اخرى يعني غتمشي معايا. عنقني وقال لي عمرك ما غتندمي كنواعدك. كنت خايفه بزاف. جبت الوثائق اللي غنحتاج ومشيت معاه. كنت مزيره على يدو خايفه. هو كيطمني ما تخافيش. عقد لينا العدول وتزوجنا وانا حسيت بقلبي تزير وطاح الدمع من عيني. شاف فيا اياد وقال واش ندمانه؟ لا انا كنبغيك بزاف، ولكن ما كرهتش لو كانوا معايا عائلتي. لو كان تزوجنا بحال الناس، ولكن ما ولكن ولا والو. كنبغيك وكتبغيني خاصنا نكونوا مع بعضياتنا. زيدي على العروسه. سحي ليا دوك الدميعات ويلا نمشيو لدارنا. دارنا اش من دار يد؟ انا ما مازال موجده راسي. خاصنا نخبيو هاد الزواج مؤقتا حتى نلقى الفرصه اللي نخبر بها عائلتي. واخا المهم انني تزوجنا مرتي
كنت خايفه بزاف. مشيت للدار ولقيت بابا وماما كيف العاده. حسيت براسي بحال اللي دايره شي زبله وخايفه تبان عليا. مشيت لبيتي باش ما نفضحش راسي. بقيت كنهضر مع اياد في التليفون. الزواج ديال التخبيه. نعست بعد ساعات من الحديث وطفيت الضو. بالليل وانا ناعسه حسيت بحال شي حد معايا في البيت. حليت عينيا عاد باغا نغوت وهو يسد ليا فمي. سكتي ما تغوتيش انا ما غنأذيكش. نور الدين اش كدير هنايا؟ ما تخافيش جيت حيت بغيت نعرف علاش درتي ليا هكا. قمر انا مستعد نعطيك الدنيا كلها. نور الدين عافاك سير بحالك عافاك. ما غنمشي حتى ديري معايا حل. واش ما كان عجبكش ولا في حياتك واحد اخر؟ عبدو ياك هو. انا كنبغي واحد اخر ولكن ماشي عبدو. نور الدين عافاك بغيتك تتقبل الموضوع. انا ماشي ليك ومعمرني غنكون ليك. قولي لي شكون هو هذا خوك؟ واش كضحكي عليا؟ واش شايفاني دري صغير؟ هضري نيشان انت. بهاد التصرفات وليتي دري صغير. سير بحالك ولا غنغوت ونجمع لك الدار. شنو اللي فيه حسن مني؟ لاباس عليه انا مستعد نكتب لك شريكتي كلها بسميتك. بالعكس هو ما غني ما والو ولكن القلب وما بغى. عافاك قدر الموضوع ونساني. انا متاكده غادي تلقى الف وحده تمناك من غيري واللي تبغيك وتعيش حياتك ليها بالمواصفات اللي تبغي. انا غنمشي ولكن مازال ما كملنا هضرتنا وغنعرف كيفاش نقنعك. طلق مني ومشى. الله يا ربي هاد الدار عندنا واش ميتين ولا ما كيسمعوه؟ واش دخل الشفار ولا شي حد اخر؟ صباح مشيت نتلاقى اياد. بقينا نهار كامل مع بعضنا وكل مره كيقترح عليا نقولوا لمولين الدار على زواجنا. انا كنرفض. ما كيعرف حتى شي واحد بغير هذا الموضوع من غير العمي عبد الحميد. وحتى هو كيأكد علينا نواجهوه ماشي نهربوا. مشينا انا واياد الحديقه العامه نشموا شويه ديال الهواء كيف العاده. مشبكين يدينا وفرحانين. اياد كيضحك عليا ويقول لي مرتي العزيزه. وفجاه تجمدت في بلاصتي. شفت قدامي واحد الانسان اللي جعلني نخاف ديك الساعه ويجمدني المال في ركابي. شفت قدامي نور الدين كان واقف كيشوف فيا بواحد النظره اللي فيها صدمه ودهشه. كنت خايفه يجي يدابز مع اياد ولكن لا مشى بحاله وحنا راسو. عرفت راسي تفضحت مع ان اياد ما شافش نور الدين ولكن خفت ليه وقع شي حاجه الا تفرقت مع اياد. ما نضمنش شفت في اياد وقلت له زيد نمشيو لدارنا نقول لهم بزواجنا. هو بقى مستغرب من داك القرار المفاجئ ديالي وقال لي مشينا للدار وانا ساكته طول الطريق وخايفه. نظره نور الدين لينا خوفاتني. داك الغموض اللي فيه خوفني بزاف وبالرعبني. مشيت لدارنا غا شافني بابا هو يقول لي علاش جايه؟ قمر هضرنا في هذا الموضوع. علاش مازال راكي معاه؟ بابا انا كنبغي اياد وما كنتفارقش معاه. شنو كتعني بهاد الهضره؟ بابا انا واياد راه تزوجنا. بابا تصدم وبقى ساكت وهو يقول طالما اختاريتيه علاش جايه؟ بابا سيري معاه وما نبغيش نشوفك انتي وياه مره اخرى. بابا عافاك غير سمعني. مشى وخلاني كنبكي وماما مصدومه وحتى واحد منهم ما بغى يسمعني. نطقت ماما وقالت ما بقى لك معنا قمر جمعي حوايجك وسيري مع اللي اختاريتي وتحملي العواقب. زادت كملت عليا ماما بديك الهضره واياد كيهتن فيا. ما لقيت حتى واحد قدامي ما بغاوش يسمعوني. مشيت جمعت حوايجي من البيت ونزلت عند اياد اللي كان كيتسنى فيا. خسرت عائلتي على قبله وهو وقف معايا. مشيت معاه وانا دموعي ما بغاوش ينشفوا. مهما كانت الدنيا عائلتك هي نقطة الضعف ونقطة انكسارك. مشيت مع اياد لدارو بقيت معاه هو كيحاول يفوج عليا وانا قلبي شعل فيه العافيه من جهه عائلتي ومن جهه خايفه على اياد لا يدير فيه شي حاجه نور الدين. دوزت ديك الليله في الخوف. الغد لي مشيت للخدمه لقيت كلشي كيشوف فيا وعبدو ما كاينش. سولت فيه قالوا لي بلي ما جاش والغريب انا كلشي في خبارو تزوجت. شكون وصل لهم الخبار ما نعرف. بقيت خدامه نهار كامل وفكرت نمشي نشوف نور الدين حيت الخوف عندي زاد حدودو. مشيت عنده للشركه ودخلت عنده. نور الدين اهلا لاباس عليك؟ الحمد لله جيت نهضر معاك على القضيه ديال البارح. مقدما مبروك الزواج. وصلوك الخبر؟ اكيد فرحت لك خصوصا وانك ما تزوجتيش شي حد غريب. تزوجتي خويا. انت عارف بلي هذاك خوك؟ خويا. وعلاش ما مشيتيش عنده؟ هذاك ما كيهمكش انت اختاريتيه هو. مبروك عليكم. نور الدين انت ما غتأديش خوك ياك؟ اكيد لا وما غنسمحش لاي واحد يأديه. فرحتيني شكرا بزاف. وتأكد انك غتلقى بنت الناس اللي غتواتيك ان شاء الله بسلامه. فرحت حيت ارتحيت من جهه ومن جهه اخرى مازال عندي شويه ديال التحفظ حيت جاتني غريبه يتنازل نور الدين بهذه السهوله. ربما حب الخو اقوى. ما كيهمنيش. الاهم دابا هو نتصالح مع عائلتي. دازو شهور كنحاول نتواصل مع بابا ولكن ما قبلش. خاب ظنه فيا على حسب تعبيره.
دازو شهور حملت فيهم، وعبدو رجع يخدم، ولكن التزم في التعامل ديالو معايا، ولا كيتعامل معايا برسميات. الصراحه كان كيفوج عليا وكيريحني ملي كنت كنعاود له اسراري. فعلا الصديق مكانته كبيره في حياه الفرد. اياد بعد ما حملت ولا كيعاملني برقه اكثر، وما كيخلينيش نتعذب، وكان كيتقلق ملي كنفرسي على راسي في الخدمه. دازو ايام ولا نور الدين كيجي عندنا، وعرفت من اياد انهم تصالحوا هو وياه. كان في كل مرة كيجي فيها عندنا كيخوفني، ما عرفتش علاش، مع انه كان مسالم جدا. دازو شهور ديال الحمل حتى جاني الوجع ديال الولادة. ولدت بعد ما خاض عسير بنت كتحمق. عمي عبدو حميد واياد كانوا فرحانين بزاف بيا، مسايعهم فرحة. انا بقدر ما فرحت بنتي بقدر ما كان قلبي حزين على فراق والديا. حسيت براسي يتيمة مقطوعة من شجرة في لحظة مهمة بحال هادي. حسيت بلي محتاجة عائلتي نبكي ليهم. فرحة اياد كانت كبيرة. حبيبة ديالي، انتي اليوم قدمتي لي احسن هدية في الدنيا، وليتي تمرة حبنا. حتى انا غنعطيك هدية كبيرة. عذبتني هاد الهدية وكان صعيب عليا نجيبها، ولكن على ودك انتي ندير المستحيل. شنو هي هاد الهدية حياتي؟ مشى فتح الباب ودخل منه بابا وماما. مشاعري في ديك اللحظة ما قدرتش نفسرها. تخلطوا عليا مشاعر البكا والحنين وألم عميق. كنشوف فيهم حتى هما كيبكيو مشتاقين لبنتهم، اللي بالرغم من غضبهم عليها إلا أنها قطعة من روحهم. تعانقنا وكان الشوق والدموع سيد الموقف. بكينا وفي حضن والديا فشيت الكمية ديال الدموع اللي كانت مخبية. هادي عام تقريبا سنة من الفراق، ملي شافوا بنتي زاد بكاهم وزاد تأثرهم. هادي قطعة منهم. شفت في اياد ديك اللحظة بنظرة كنشكرو فيها على هاد الهدية اللي واخا ما عرفت شنو درت فيها الدنيا ما نقدرش ردها ليه. كانت احسن واجمل هديه واكتملت الفرحه ديالي. بقيت في المستشفى يومين وجات زارتني مدام هبه. انا فرحانه بزاف حين جيتي عندي وجيتي تشوفي حفيدتك. الحمد لله على سلامتك. بغيتك تتهلاي فيها. غنتهلا فيها وفي اياد. الحمد لله كل شيء مشى كيف ما بغينا. اياد ونور الدين تصالحوا، ونور الدين نسى الموضوع، وعن قريب غنصالحكم انتي واياد ونوليو عائله. نور الدين منظنش بلي نسى ولدي وكنعرفو اكثر من اي واحد في الدنيا. شنو كتقصدي؟ كنقصد بلي انت يا قمر فتحتي علينا ابواب جهنم كلنا. نهار تزوجتي باياد ونهار اللي ما سمعتيش بهضرتي تحملي العواقب. مدام هبه، شنو كتعني بهاد الهضره؟ واش نور الدين ممكن يدير شي حاجه؟ ممكن يأذي خوه؟ ما يمكنش يأذي خوه. خافي من شي حد اخر، ردي بالك بنتي. ما فهمت شنو كتقصدي. بسلامه عليك هاد الساعه مشات وخلاتني حيره وخايفه. اش ممكن يوقع؟ اش ممكن يكون؟ الله يا ربي. هزيت بنتي عندي من الخوف. كنقسم بالله الا حاول شي حد يأذي بنتي غنحميها على وجه الارض. وشكون ما كان جا عندي اياد مالك يا حبيبه؟ ما بغيت نقول له والو. هاد الصراع هو من الاول ما كانش فيه. قلت ليه والو. مشينا لدارنا والرعب في الداخل ديالي ساكن. دازو ايام وليت فيهم لاباس وكنمشي مره الخدمه ديالي معتمده على عبدو فيها. انا عطيت اغلب وقتي لبنتي وكنمشي الخدمه الا كانوا شي وراق خاصهم التوقيع ولا شي حاجه. وخوفي على بنتي كان هو اكثر حاجه شاغلاني. خايفه لا يمشيو ويديروا ليها شي حاجه، خصوصا بعد التلميحات مدام هبه. كان نور الدين كيجي عندنا وداكشي اللي كنشوف كان مختلف، حيت هو كان كيحب بنتي بزاف متعلق بها وكان كيضل يلعب معاها. دازو ايام انا هكاك وما وقع والو لبنتي. اياد معايا وكيزيد حبو ليا. دوزنا ايام مع بعضنا كنطلب فيها غير راحة البال وانه يخلوني انا وبنتي في الثقة. واحد نهار وجدت سهرة لينا انا واياد وديت بنتي عند ماما. قال لي اياد بلي غيتلاقى بخوه نور الدين. استغليت الفرصة باش نوجد العشاء والشموع. لبست كسوة زوينة وقصيرة وحمرة وزينت الغرفة وجلست كنتسناه. حسيت بالنعاس ما قدرتش نقاومه. تكيت شويه حتى داني النعاس. ملي حليت عينيا لقيت راسي في ناموسيه ولقيت راسي عريانه وعليا ايد. ها اياد المشاغب جبتيني الناموسيه. تقلبت عنده. شكون نتايا؟ كان معايا واحد الراجل ما كنعرفوش. شكون نتا وشنو كدير هنايا؟ شويه لقيت البوليس داخلين عليا الغرفه وكيعاملوني بواحد الحقاره وبغاو يخرجوني يدوني الكوميساريه وانا ما فاهمه والو من هادشي اللي واقع. بان لي اياد في الباب مصدوم وعيني عامرين بالدموع مزير على يدي ونور الدين كيواسي وكيشدو. انا ما حملتش راسي في داك المنظر والبوليس جاريني. لقيت حدايا جلابه هزيتها وقلت لهم غنلبس. خلوني لبستها وخرجوني هزوني في الصافات. مني مشيت للكوميساريه قلت لهم راني مولات مقاوله كبيره ومكانتي في المجتمع
ما تسمعش ندير هادشي. وطلبتي تفتح تحقيق في هادشي اللي وقع، يعرفوا شكون هذاك ومنين دخل وانا في دار راجلي كيفاش. ما حسيت بوالو ملي دخل. ما عاملونيش مزيان نهائيا، وقالوا لي انت متهمه بجريمه الخيانه الزوجيه وبالفساد، وباللي الجيران هما اللي بلغوا بيا، حيت ديما مدخله راجل في شكل للدار. غوت وقلت هادشي كله كذوب، انا عمري ما دخلت شي راجل. تحقيق طوال وما تيقونيش في داكشي اللي قلت كله، وقالوا لي باللي غنتعرض على انظار وكيل الملك. هادشي كله ما كانش يهمني قد ما كان يهمني اياد. واش غيتيقني؟ من حقي نطلب محامي. صونيت للمسؤوله بالشؤون القانونيه في المقاوله ديالي اللي هي في نفس الوقت محاميه، وطلبتها تجي، وفعلا ما تعطلاتش. جات عاودت ليها كل شيء، عطاتني خبر أسوأ من الاول. قالت لي باللي تم الحجر على الممتلكات ديالي، وباللي تهمة اختلاس الاموال، وباللي شي مستندات كتحمل التوقيع ديالي هي اللي كتثبت الادانه ديالي. فهمت تما باللي العديان ضربوا وعرفوا كيفاش يضربوا. الغد ليه بعد ما بت ليله في الحبس دوزوني لوكيل الملك. جات محاميه ديالي وقالت لي كان عندنا الحل، هو ان اياد يجي يخرجني، وباللي هي مشات عنده ورفض يجي. كنت عارفه باللي ما غيتيقش بيا، الصدمه كانت قويه عليا، ولكن غير بلاتي غنعرف كيفاش نرد ليهم الصعصعين كلشي بوقته. هضرنا انا والمحاميه، وقنعت وكيل الملك انني ندير تحليل الكشف عن ماده مخدره في الدم ديالي. استغرقت نتيجه يوم اخر في الحبس. في هذه المده ما شفت حد من غير المحاميه، لا اياد ولا والديا ولا حتى عبدو. يوم مر عليا كانه سنه. الغد ليه كان موعد الجلسه، وبعد الكشف عن التحليل تبين انني كنت مخدره، وهذا كان دليل براءتي. ولكن الراجل اللي لقوه معايا ما طلقوش، خصوصا وانه قال انني انني كنعرفه، وانه مداوم على الحضور عندي للدار. حتى انا ما غنطلقش منه، حيت هو اللي غيوصلني اللي عمل فيا هادشي. وقررت النيابه العامه متابعتي في حالات صراح في قضيه اختلاس. مشيت بعد الخروج للدار، تلاقيت العم عبد الحميد. انا خرجت براءه، وفاش كيهم تكوني براءه عطا الله الحيال باش تخرجوا. نتوما مالين البيزنس ما صعيب عليكم والو، والخدمه ديالك شنو درتي فيها حتى هي براءه ولا؟ هذا اكبر دليل انه شي حد باغيها فيا، ضربني في داري وفي خدمتي. سيري بحالك قمر وخلي عليك ولدي في التقار. بركه غير داكشي اللي شاف منك، بركه عليه. انا حاس بيه بالالم اللي في قلبه. نتوما كلكم بحال كلكم. بغيت بنتك من الاحسن اللي هتتربى بعيد عليك، حيت وليتي موسخه كلشي كيهضر عليك. حنا غنمشيو من هاد البلاصه غير بسببك، حتى البازار ديالي ما بقى حد يدخل ليه بسببك نتيا. انا غنمشي وغنثبت براءتي وغنبينها قدامكم. يلا سيري بحالك. جيت نخرج وانا نلقى اياد، شفت فيه وفشلت. فين هي ديك الثقه في نفس الهضره؟ كنضعف حداه. كان حالته تشفي العدو، وعيني عامرين بالدموع. اياد جيت نهضر معاك وهو يصرفقني بكل ما اوتي من قوه. انا ديك الساعه ما حسيتش بيها وما درت حتى ردة الفعل. معذور. شاف منظر خايب بزاف ديك اللحظه. عرفت باللي واخا نبقى نهار كامل غنشرح ليه ما يتيقنيش، فاختاريت نسكت في ديك اللحظه ونمشي. هو شعور خايب بزاف انك تظلم واحد. مشيت عند والديا للدار، كان نفس الشيء كيتسناني، حتى واحد فيهم ما تيقني. وسمعت كلمه من بابا اللي خلات كياني كله كيتحرك. انا ندمت على النهار اللي ولدتك فيه. من اليوم ما بقات عندي بنت سميتها قمر. حتى واحد ما تيقني. مشيت للشركه نشوف شنو كاين، ما خلاونيش ندخل. مشيت عند عبدو نعرف شنو كاين، قال لي بلي ما عارف حتى شي حاجه، وبلي ما سبقلوش شاف هاد الملفات، وبلي هما كيحملوا توقيعي. دازو ايام حكمت المحكمه بقفال المقاوله، يعني انهيار مشروع حياتي. كان موقف صعيب عليا. كان من الضروري نبقى بوحدي باش نعيد حساباتي. الراجل اللي حصلوا معايا ما عرفتش كيفاش دار، خرج وفين مشى ما بانش ليه الاثر. دوزت فتره كئيبه، كنت كنفكر في حاجه وحده، هي ننتقم من هادو اللي داروا ليا هاد الشيء. واحد النهار مشيت باش نشوف بنتي، ولكن ما لقيتهاش، وقال لي جدها بلي هي وباباها انتقلوا يعيشوا مع مدام هبه، حيت اياد رجع تصالح مع مو بفضل خوه نور الدين. بقيت كنضحك. سي نور الدين بدا كيشتغل كحمامة السلام. نط مشيت للفيلا ديالهم بثقة. طلبت نتلاقى مدام هبة، دخلاتني وجلست معاها. مبروك عليك ولدك رجع لحضنك، الله يبارك فيك. لاش جايه قمر؟ حتى انا بغيت بنتي ترجع ليا. بنتك انت اللي ما حافظتيش عليها في حضنك، خليها لباباها حسن ليها. انت اكثر وحده في الدنيا عارفه بلي انا مظلومه، وبلي ما كانتش ما خنتش اياد. ولا نسيتي بلي حتى انت تظلمتي بحالي في صغرك؟
ما كيهمش نعرف انا، المهم يعرف اياد. غيعرف كنواعدك بهادشي. يمكن تشوفي بنتك ولكن ما غديهاش من هنايا. هادو اوامر باباها.